حاجات ملهاش تفسير في مصر الجزء الرابع، واكيد حاجه منهم حصلت معاه. اختفاء الحاجه وقت ما نحتاجها. اي حاجه انت مش محتاجها هتلاقيها قدامك كل يوم مرميه، مجرد ما تفكر تحتاجها هتختفي تماما، واكن الارض اتشقت وبلعتها. في نفس اللحظه بيجي لك شخص فيها يقول لك انت كنت شايلها فين، ولما بقول لك فين بترجع تزعل. والمشكله ان الحاجه دي بترجع تظهر تاني عادي لما تبقى انت مش محتاجها، ومحدش لاقي تفسير للموضوع ده. باقه النت. اي بيت مصري اصيل بتلاقي كل اللي فيه بيسرقوا بعض في النت. اصل مين اللي هيخلص الباقه 7 مرات في الشهر؟ فبتبتدي الاتهامات. انا شايفك بعيني وانت بتفتحي فيديوهات امبارح. طب ما انت طول الشهر بتحمل مسلسلات وما اتكلمناش. وبعد ما تخلص الخناقه بنضطر نجدد باقه النت، وبعد كده تخلص بسرعه، وبعد كده تبدا الخناقه تاني، ولف بينا يا دنيا. الخناقات. تعريف الخناقه في اي حته في العالم اتنين بيضربوا بعض، بتطلع من الخناقه يا ضارب يا مضروب. انما الخناقه عندنا في مصر عباره عن اسئله. انت منين يالا؟ انت تعرف انا مين؟ انت مين؟ تعرف ابراهيم بسكوته؟ لو تعرف حاجات تانية ملهاش تفسير اكتبها لنا في التعليقات، هننزلها في الجزء الخامس.